كتاب صراعات وهمية للكاتب زكريا درفلو مهدي، المثقف للنشر والتوزيع. الإهداء: إلى الذي علمني كيف أكون رجلا، وإلى التي علمتني كيف أكون إنسانا، إلى والدي، إلى كل من ظلمتهم وأحسبهم قلة، وإلى كل من خذلتهم وأحسبهم كثرة، إلى مدينتي التي لا تنام عين لحجل، وإلى كل من ساعدني على إتمام هذا العمل، شكرا للكل. كلمة الشاعرة أمال الصالحي. تقول الشاعرة المغربية أمال الصالحي أن كتاب صراعات وهمية هو نتاج تجربة حياة واعية ومسؤولة للكاتب زكريا درفلو، كتاب يقدم من خلاله قراءة جادة وموضوعية لما تعيشه شريحة كبيرة من الناس، أو ربما السواد الأعظم منها. إنه كفاح حتى النجاح في تحدي النفس البشرية وفهمها، كما أنه يرسم في الوقت ذاته حالة عامة لأفراد يعيشون في الشتات الذهني والمعرفي. هنا يأتي دور الكاتب لترويض التناقض بعيدا عن التماهي، باعتباره سيرورة سيكولوجية في بناء الشخص مع ثقافة قد تصل حد التبعية. قد يحتاج التاريخ وقتا طويلا لفك رموز هذه الحالة، أي الصراعات الوهمية. قد نسميها الصراعات اليومية أيضا، وقد تتحول إلى حالة مرضية تتفشى ما لم يتم اجتثاثها. صراعات وهمية هو دعوة جادة إلى أنسنة الإنسان والتركيز على قيمته وكفاءته، في محاولة من الكاتب لاستعادة العقول من أسواق الجهل باعتباره أرضا خصبة للخداع. هذا الكتاب يقود ثورة معاكسة، إذ يحذرنا من حسن المعاملة، أو بصيغة أخرى من الإفراط في التفاؤل، لئلا نضيع الحدود بين ما نجنيه من حسن المعاملة وما نفقده بسببها، وما بينهما تفاصيل عقلانية. يقدم الكاتب لقرائه في جزء من هذا الكتاب تفسيرا لها. أن تكون ناجحا معناه أن تقبل الخطيئة وتقاوم بكل ما أوتيت من عزيمة من لا يغفر خطيئتك. ستواجه كثيرا أناسا مهمتهم تثبيط هممك، لأنهم وبكل بساطة صفة ناجح أو مختلف لا تناسبهم. وفي هذا الباب أيضا استفاضة من الكاتب. ينشغل الكاتب زكريا درفلو بالجانب النفسي للإنسان، ويتجه نحو أعماقه في تحليل متقمصي دور الضحية بما عانته هذه الفئة من اضطرابات وتعقيدات في مرحلة ما من حياتها، في إشارة منه إلى الذين يختارون الطريق الأسهل لتبرير عدم قدرتهم على النهوض والمقاومة، فيتحول دور الضحية إلى ممارسة مألوفة يستغلها مؤدوها. يعالج الكاتب مفهوم عقدة النقص أو الدونية بكل ما أوتي من جلد، من خلال تطرقه لصراع الإنسان مع نفسه، باعتبارها ليست مجرد مشاعر قد تواجه الإنسان، وإنما تتجاوزها إلى حالة مرضية أكثر خطورة وتعقيدا، قد تشكل اضطرابا مفرطا في توازن العلاقات الاجتماعية. أود القول أن الكاتب زكريا درفلو سعى من خلال كتابه صراعات وهمية إلى تكريس الوظيفة التثقيفية والتنويرية للكاتب بصفة عامة، ومعالجة القضايا الكبرى بكل ما يملكه من مفهوم معرفي يعتمد بالأساس على التأمل في النفس البشرية للوصول إلى منتهى المعرفة، أي الإدراك والوعي بطبيعة الأشياء. تمهيد: ستقرأ في كتاب هذا أمورا تحدث لك كل يوم، في كل زمان وفي كل مكان دون استثناء، في بيتك، مع والديك وإخوتك، أو مع أصدقائك المقربين أو غيرهم من أهل بلدتك، في مكان عملك، في دراستك، في المقهى الذي تتردد عليه غالبا، في الملعب سواء كنت متفرجا أو لاعبا، وحتى في مكان العبادة. وأنت تقرأ ستقول كل هذا حدث لي فعلا. الفرق فقط سيكون في أنني سأنبهك لكل ذلك، وسأعطيك طرق التعامل مع كل حادثة مهما تنوعت. أو قد يتضح لك من خلال الأحداث أنك أنت بطلها وأنت الفاعل الأساسي لها، لتتحول من مفعول به إلى فاعل. كل أحداثه عبارة عن صراعات لا أساس لها. إن قلت ولا أبالغ أنك سوف تكون أحد الاثنين: إما ضحية لصراع لا أساس له خيل لآخرين بناء على تصرف من عندك قد يكون عفويا،
لكن أولئك أولوه على أنه تصرف غير عفوي أبدا، بل هو مقصود لغاية ما، في غالبها غاية تحقق مصلحة لك، أو قد يكون بناء على صمتك. لا تتعجب، حتى الصمت حينما يفسر على غير حقيقته فسوف يرى على أنه مبني على خبث عظيم. وإما أن تكون أنت هو الفاعل الذي يتخذ من التأويل أصلا لكل شيء، فتقوم بتأويل كل فعل على أن له سببا وله ما بعده، وحتى الصمت فهو عندك لغاية ليست حميدة أبدا، سواء كنت الضحية أو كنت صاحب تلك الشكوك والتأويلات غير المبررة. فالأمر سيان، إن لم تعلم ذلك وتتخذ موقعا سليما لك سيجعلونك تصاب بالحذر وحتى الخوف من كل فعل، لأنك حتما ستخشى تأويلاتهم، وفي الغالب ستؤذى بطرق عديدة. إن معرفة مكانك الحقيقي من الأحداث سيجعلك تميز من أنت على حقيقتك في كل حدث. أعلم جيدا أنه لن تكون لك الجرأة في أن تعترف بأنك صاحب صراعات وهمية في كثير من الأحيان، لكنني أعلم جيدا أيضا أنك سترى نفسك في قصص كثيرة لتقول لنفسك ولو في لحظة مصارحة: لما أنا هكذا؟ كلامي هذا لا يخص سكان منطقة معينة فقط، كانت داخلية أم ساحلية أم صحراوية أو بلدا متطورا أو غير ذلك، بل إنه يخص الكل دون استثناء ودون النظر إلى المنطقة أو الدولة أو القارة. الفرق الوحيد هو اتخاذك للموقع السليم حين يكون الفعل، وهذا ما يترتب عليه نوع ردة الفعل. فكلما كنت أكثر معرفة لموقعك في الحدث، وكنت أكثر وعيا وثقافة وعلما، وأكثر قوة من أن تستدرج فتضعف فتهزمك نفسك الأمارة بالسوء، كلما كنت بعيدا على دوامة الصراع الوهمي، لأنه ساعتها فقط تستطيع أن تميز كيف يكون نوع التصرف وكيفية التعامل معه. لا تتعب نفسك بحل هذه الرموز، لأنك لن تحتاج فهمها الآن، فمن خلال تصفحك ولو لبعض من الكتاب ستفهم أغلبها دون عناء، ذلك أنك أصلا تشهدها دائما في كل مكان وفي كل زمان. الدافع لكتاب صراعات وهمية لأنهم يعيشون معنا دائما في كل مكان وزمان، لأن القاع ازدحم بهم ولم يعد يحتمل، لأننا نسيء فهم الآخرين ويساء فهمنا، لأنهم يتخذون التأويل السلبي أساسا لكل تصرف، ولأن المسافات التي بيننا اتسعت بسبب سوء التأويل وسوء الظن، ليفضي إلى سوء الفعل وردة الفعل، حتى أصبحنا نعيش في وسط في غالب الوقت نخاف فيه من التصريح ونخاف أكثر من التلميح. كل كلامنا أصبح يفسر بغير نيته، وكل أفعالنا أصبحت محل شك وريبة. أصبحنا نشيطن أنفسنا ودخل الشك بيننا، وبدأت رقعة الخلاف تزداد شيئا فشيئا، واتسعت المسافة حتى أصبحنا نعبر عنها بالمسافات، فهي لم تعد واحدة بل كثيرة. وبعد كل مسافة نقطعها لتوضيح الأمر نجد أنفسنا وكأننا لم نبرح مكاننا، ليبدو لنا أن الذي قطعناه لا شيء مقارنة بالذي رأيناه يزداد بعدا. هي ليست ألغازا وليست خيالا، بل هو واقع نعيشه كل يوم. أصبحنا نضيع وقتا كبيرا وجهدا أكبر في البحث عن كيف نقول وكيف نتصرف كي لا نفهم بالخطأ. مشقة كبيرة ومتاهة متداخلة، تأويل هنا بشكل ما وتأويل هناك بشكل آخر، ولا علاقة لهذا أو ذلك بحقيقة القول أو الفعل. مرة أخرى إنها ليست ألغازا، بل هي صراعات وهمية دخلها أولئك بناء على تصرف أو قول أحدهم، وبنوا عليها توقعات عديدة وأصدروا أحكاما متعددة، فانقلبت المعايير. فأنت عندهم وإن تكن محبوبا لدى الكل قد يفكر في أن تؤذى، وعليك أن تحذر من حسن معاملتك لأنها قد تكون خطرا عليك، وسوف تحارب لأنك مختلف ومتميز، وسوف تكره دون سبب، وقد تخدع وتستنزف من أفراد يمثلون دور الضحية بامتياز، وتصطدم بأولئك الذين يعانون الشعور بالنقص. لهذا كله كان التفكير في الكتابة على أولئك الذين يعيشون صراعا وهميا، ومحاولة لتبيين حالهم وطريقة تفكيرهم وتقديم النصح لهم. لذا تعال نقرأ بكل موضوعية وجرأة وتجرد. لا تحاول قراءة هذه الصفحة مرة أخرى، ستفهم ما أقصده جيدا أثناء قراءتك لمحتوى الكتاب. مقدمة:
لست أدري بأي أنواع التقديم أقدم كتابي هذا، إذ أنه قد لا يهمني كثيرا أن تكون مقدمته جذابة أو قوية، لكن الشيء الذي أعلمه جيدا وهو اعتقاد بالنسبة لي لا يقبل القسمة على اثنين، هو أننا نعيش في فترات متفاوتة من الزمن، صراعات في أغلبها لا علاقة لها بالفعل الحقيقي، فنبدأ بتأويل أفعال الآخرين أو صمتهم، فندخل في دوامة من الأوهام لا أساس لها، وفي كثير من الأحيان نكون نحن ضحايا ذلك الصراع الذي دخله الكثير من الناس بناء على تأويل أفعالنا أو صمتنا. الصراع الوهمي هو أن تتخذ من قصة معينة أو من فعل شخص معين أو حادثة ما لا تعنيك أصلا على محمل شخصي كأنها تخصك وتؤذيك، أو قد تكون تلك القصة أو الحادثة تعنيك حقا لكنها كانت عفوية جدا، لكن تأويلك الخاطئ وشكك غير المبرر يصورها لك بغير حقيقتها، ومنه تنشأ علاقة صراع قوية في البداية ستكون مع نفسك لتتطور لتصبح مع الطرف الآخر، لكن للأسف في الحقيقة هي مجرد أوهام تتحكم فيها نفسيات مريضة يجب محاربتها بالعلم والقراءة والبساطة في التعامل والمصارحة. حسب الدكتور إبراهيم الفقي في كتابه قوة التفكير، إن العقل يبني على ما تعطيه من أفكار عبر التركيز ثم الانتشار من نفس النوع، فأي فعل تهتم به سوف تجعل عقلك يركز عليه كل التركيز، ثم تبدأ في عملية الانتشار، أي انتشار الفكرة من نفس النوع مع إلغاء كل الأفكار الأخرى. لهذا فإنك حينما تدخل في دوامة الصراع الوهمي سوف تغذيه عبر التركيز، أي التركيز على تلك الحادثة أو الفعل دون سواه، ثم الانتشار واستدعاء كل حالة مشابهة لها عبر التاريخ مع إلغاء كل الحالات الأخرى، ليتطور ويتطور حتى تنشأ علاقة في الغالب نتيجتها الكره الذي قد يورث عبر الأجيال، علاقة كره باطلة مزيفة غير حقيقية سببها تأويل بطريقة خاطئة. هناك الكثير من المحطات المشابهة عبر التاريخ، مثل قصة إبليس الذي طرد من رحمة ربه نتيجة الحسد والكبر غير المبررين البتة، والقصة معروفة، وكذلك قتل قابيل لأخيه هابيل وبذلك تحمل وزر القتل ما بقيت البشرية، والقصة معروفة أيضا، وقصة أبي الحكم عمرو بن هشام ورفضه هداية النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته، وتلك الغيرة والمنافسة غير المبررة، مع أنه كان يشهد للنبي بالأمانة لكنه أبى أن تكون في بني هاشم النبوة دون بني مخزوم، ليصبح أبو الحكم أبا جهل، فلم تنفعه لا حكمته التي استخدمها في غير موضعها ولا شرف نسبه. قد تكون هناك الكثير من العوامل المؤثرة والممهدة لسقوطك في صراعات لا أساس لها، مثل البيئة المحيطة بك، أهلك، جيرانك، نوع أصدقائك، والأفكار التي اكتسبتها من المخالطة دون تمييز أو تمحيص، لتجد نفسك تتعامل مع كل حدث أو حادثة لا تعنيك أو قد تعنيك، تتعامل معها عبر كل تلك التراكمات التي تحملها دون تمييز ودون وضعها في موضعها الحقيقي، لتدخل في مرحلة الوهم. يقول ابن سينا: الوهم نصف الداء، وكل أفعالك بعدها ستكون مشبعة بأفكار غريبة وهمية ليترتب عليها التفكير بالإيذاء دون الدخول في نوعه، فقد يأخذ أشكالا عديدة لا حصر لها، لكن لتتأكد أنها كلها نتاج وهم ركزت عليه وانتشر من نوعه. الجهل هو الأرض الخصبة لكل شيء سيء، هو بداية وقوعك في الوهم وفي الصراعات وفي كل شيء يضرك ويضر غيرك، فإن استبداد الجهل على العلم ينتج عليه بالضرورة استبداد النفس على العقل، وهذا أقبح أنواع الاستبداد حسب عبد الرحمن الكواكبي. ولتتأكد مرة أخرى أن الجاهل يفعل بنفسه وبغيره ما لا يفعله العدو بعدوه، لأن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس الأفكار بل ينصب أصناما حسب مالك بن نبي. أن تحب يعني أن تؤذى. قال تعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كانت النتيجة التي توصل إليها إخوة يوسف هي إما أن يقتلوه أو أن يلقوه في غيابات الجب. ترى ماذا كان جرم يوسف عليه السلام لكي يفكر أقرب المقربين إليه إما في قتله أو إلقائه في الجب؟ يوسف لم يقم بشيء،
لم يؤذهم أبدا، ومع ذلك فكر أقرب الناس إليه في قتله. أليس غريبا أن يفكر قريب منك في قتلك أو إبعادك وأنت لم تقم بأي فعل يؤذيه؟ يوسف فقط كان محبوب أبيه. ترى هل عندما تحب يفكر في قتلك؟ كان السؤال الذي شغل إخوة يوسف هو: لماذا يوسف الأحب إلى أبينا منا؟ وبدل أن يبحث أولئك الإخوة عن السبب الحقيقي لحب أبيهم لأخيهم، راحت أنفسهم تصور لهم من شرها ما تصور، فقط لأنهم ركنوا إليها ليدخلوا في دوامة من الوهم بدأ بالاتساع والانتشار كل يوم، ثم لتستدعي عقولهم المريضة كل الطرق للقضاء على ذلك الحب، ولم يهتدوا إلا لطريقة القتل أو النفي لأنهما الأسهل والأكثر سرعة. قصة يوسف مع إخوته ليست قصة من الزمن وقد مر، بل هي قصة تمشي مع الزمن وفي كل مكان في العالم. الحب قد يكون سببا للكره، بل قد يكون سببا للتفكير في القتل أو النفي أو إلحاق الأذى. أن تكون محبوبا فلتتأكد أنك هدف صريح لسهام مرضى النفوس، أولئك الذين يفسرون حب الناس لك على أنه بالضرورة يقع على حسابهم. ليس شرطا أن يكونوا أناسا قريبين منك أو أقربائك، فقد يكونون أناسا بعيدين عنك ولا علاقة لك مباشرة معهم، ومع ذلك أنت هدف سهامهم. في البداية سوف يعتقدون أنك لا تستحق ذلك الحب أبدا، ثم تبدأ الفكرة تنتشر من نفس نوعها لتستدعي صويحباتها، مثل أنك لا تستحق، وأنك أقل شأنا من ذلك الحب، وأن الناس مخدوعة فيك. ومن ثم البحث في التاريخ عن أي خطأ لك قد يكون عاديا ليبرروا به أقوالهم ثم ليركزوا عليه، يكون حتما عليهم أن يصلوا إلى نتيجة قد تبدو منطقية لهم، إذ أنهم أحاطوها بأسوار من الأحداث المتداخلة والمزيفة ليبحثوا عن كيف ينزعوك ويجردوك من ذلك الحب، ويمكرون كل المكر لذلك، وستكون كل الطرق وكل الوسائل مباحة لهم، إذ أن اعتقادهم قوي في أنك لا تستحق. إن كلمة محبوب لا تعني فقط أن تكون ذلك الشخص المشهور الذي يشار إليه بالبنان والذي يعرفه كل الناس ويحبه الجميع. أنا لا أقصد هذا النوع فقط من الناس، بل قد تكون عرضة لخطر الحب ولو كنت واحدا من 3 فقط. أقصد أن القصة تتكرر ولو كنت محبوبا من طرف شخص واحد وكنتم فقط 3 أشخاص، فإنك عرضة لخطر الشخص الثالث، فسوف يشتغل عقله بالطريقة نفسها ويمكر المكر نفسه لنزع الحب منك. فالأمر لا يتعلق بالكثرة أو القلة، فإخوة يوسف لم يتقبلوا حب أبيهم ليوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فالحب كان من قبل شخص واحد فقط وهو أبوهم، ومع ذلك كان ما كان، والتاريخ يذكر الكثير من القصص قتل أبطالها أو كانوا عرضة للمؤامرات وللمكر فقط لأنهم كانوا محبوبين، سواء من طرف شخص واحد أو من طرف العامة. هل أنت منهم؟ ترى ما هو شعورك إزاء شخص محبوب من طرف العامة، سواء كان أخا لك أو صديقا أو أي شخص آخر، بغض النظر لدرجة قرابتك له؟ هل يكون شعورا عاديا أم أنك تصاب بنوع من الغيرة، تلك الغيرة الممزوجة بالحسد غير المبرر أبدا؟ أم تراك حينما تقابل ذلك الشخص المحبوب تبدأ بطرح أسئلة على نفسك وتجيب عليها، تبدأها بقولك لماذا هو محبوب هكذا؟ ثم تبدأ في وضع إجابات عديدة، فإن كنت تعرفه فسوف ترجع إلى التاريخ لتأتي منه بأي خطأ ولو كان صغيرا، ثم تبدأ بنفخه والاجتزاء منه حتى تجعل من خطئه جرما كبيرا لا يستحق فاعله أي حب من أي نوع من طرف الناس. أما إن كنت لا تعرفه فسوف تبدأ في تأليف بعض التوقعات لبعض الأفعال والمواقف التي سمعتها عليه لتستنتج أنه لم يفعل شيئا بشكل عفوي، بل قام بما قام به لأجل غاية يريد الحصول عليها، ثم تصل إلى نتيجة هي أن الناس لا تفرق بين الصالح والطالح، وأنهم مخدوعون فيه فقط، ثم لتبدأ بعدها في رحلة تشويه سمعته والنيل منها، أو حتى النيل منه هو شخصيا وبطرق شتى. إن كنت فعلا تفكر بهذه الطريقة وقتها لتتأكد أنك سجين لدوامة طويلة من الأوهام ولن يكون لك الخروج منها بسهولة، سوف تراه منافسا لك على شيء أنت ساعتها منهم فعلا، أنت من أصحاب الصراعات الوهمية. قد يكون ذلك الشخص غير عالم بحالك ولا
تعنيه أصلا شعورك تجاهه. الخاسر الوحيد سيكون أنت من أدخلت نفسك في صراع لا يعنيك أصلا، وبدأت تبحث عن مداخل لتغذيته. في الأخير ستتعب، وما كان من الناس من حب اتجاه ذلك الشخص لن يتغير لأنك تريد تغييره أو لأنك لم تحب ذلك. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه عن ربه الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. مسألة حب الناس للآخرين هي مسألة مفصول فيها، سواء كانت بعلاقة عمودية بين العبد وربه وهو أن الله جعل له القبول والحب بين الناس، أو هي علاقة أفقية تتحكم فيها معاملة بين الشخص والآخرين تحت توفيق أكيد من الله. أنت بتدخلك سوف تتعب نفسك فقط، لن تنال من أحد بصفة حقيقية غير نيلك من نفسك إن كشف أمرك وكشفت طرقك الخبيثة للحلول بين الناس وحبهم. وإن لم يكشف أمرك واعتقدت أنك أذكى من أن تكشف ألاعيبك، فأقول لك: اقرأ هذه القصة للبدوي الذي نجا وللأمير الذي قتل. كان البدوي رجلا بسيطا، وقد دخل على المعتصم بالله خليفة المسلمين أيام الدولة العباسية، وقد أعجب المعتصم بذلك البدوي وأحبه وقربه إليه في مجالسه، فغار وزير المعتصم من البدوي ومكر له كل المكر لجعل الخليفة المعتصم يكره ذلك البدوي فيأمر بقتله أو إبعاده ونفيه. وكان من مكر الوزير أنه قام بدعوة البدوي على الطعام في بيته وطبخ له وأكثر الثوم على الطعام، فلما أكل البدوي وانتهى من الأكل قال له الوزير: احذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم رائحة الثوم فإنه يكره رائحته. ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين وقال له: إن البدوي يقول للناس إن رائحة فم أمير المؤمنين تؤذي كل من يتحدث معه لنتنها. فغضب الأمير وطلب أن يأتوه بالبدوي، وقد دخل البدوي على أمير المؤمنين ويده على فمه كي لا يشم أمير المؤمنين رائحة الثوم. فظن أمير المؤمنين لما رأى البدوي واضعا يده على فمه أن كلام الوزير صحيح، وأن البدوي يضع على فمه كي لا يشم رائحة فمه هو. هنا غضب الأمير وكتب كتابا مكتوب فيه أن حامل هذا الكتاب يقتل، وأعطى الكتاب للبدوي وقال له: خذه للقائد فلان. فلما كان البدوي خارجا ظن الوزير أن أمير المؤمنين أعطى مكافأة للبدوي مكتوبة على الكتاب، فلحقه الوزير وقال للبدوي: أعطيك 2000 دينار وأعطني أنا أنفذ المهمة بدلا منك. فوافق البدوي فورا. فلما أوصل الوزير الكتاب للقائد ضرب عنقه تنفيذا لأمر أمير المؤمنين. وصل الخبر لأمير المؤمنين فسأل البدوي: لماذا أعطيت الكتاب للوزير؟ فأخبره القصة منذ البداية حتى النهاية. ثم قال البدوي للأمير: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يذكر الداعية عائذ القرني صاحب كتاب لا تحزن بأن الحاسد يشعل فرنا ساخنا ثم يقتحم فيه التنغيص والكدر والهم الحاضر، أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة الجميلة. بلية الحاسد أنه خاصم القضاء واتهم الباري في العدل وأساء الأدب مع الشرع وخالف صاحب المنهج. يا للحسد من مرض لا يؤجر عليه صاحبه، ومن بلاء لا يثاب عليه المبتلى به، وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم. كل يصالح إلا الحاسد، فالصلح معه أن تتخلى عن نعم الله وتتنازل عن مواهبك وتلغي خصائصك ومناقبك، فإن فعلت ذلك فلعله يرضى على مضض. نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، فإنه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء. بالنظر إلى قصة الوزير والبدوي، فإن الوزير كان وزيرا يأمر فيطاع ذو جاه ومال ورأي، كان مقربا فعلا من الأمير ومن كل أركان الدولة،
ترى ماذا لو استمر الوزير في عمله ولم يعر حب الأمير للبدوي أي اهتمام، وتعامل مع تلك المرحلة بكل عفوية وتلقائية؟ ماذا كان سيحدث؟ حتما كان سيبقى على منصبه، وكان أكبر شيء سيتحصل عليه البدوي من حب الأمير هو بعض العطف وبعض المال، ثم يذهب إلى سبيله. أو قد يكون أكثر من ذلك، مثل أن يتحصل على وظيفة في الدولة ويعطى بعض الصلاحيات. بماذا كان سيتضرر الوزير من كل هذا؟ قطعا لن يضره شيء، فلما أقحم الوزير نفسه في صراع قضى عليه في النهاية وهو ليس طرفا فيه أصلا؟ قد يقول أحدهم أن حب الأمير للبدوي قد يتطور ليجعل منه منافسا لمنصب الوزير. أقول هذا إن حصل وتسارعت الأحداث لحدوث ذلك، فساعتها يكون الوزير في صراع حقيقي، وسيكون له أكثر من سبب لفعل كل ما من شأنه الدفاع عن منصبه. نعم، قد يكون أول واحد يمكن أن يؤذى هو أنت، فكل أمر سيء سوف يحدث ولن تتمكن من معرفة خطورة ذلك إلا حينما يقع فعلا، وساعتها سوف تبحث عن مخرج، لكن للأسف لن تجد أي مخرج يعيدك إلى البداية. كل تصرفاتك بعدها ستكون مثل المساحيق، أغلبها مفضوح. يقول دافيد هيوم: الكراهية هو شعور غير قابل للاختزال، وغالبا ما يؤدي إلى تدمير الكاره والمكروه معا. لماذا أنت منهم؟ دعني أطرح عليك بعض الأسئلة. جرب أن تكون منطقيا في الإجابة. جرب أن تتجرد وأن تطرح عنك بعض الرغبات والأحاسيس الغريبة التي غالبا ما تشعرك بالنقص غير الحقيقي. لماذا تظن أن كل من حاز ولو بعض الحب أو الكثير منه، سواء من طرف العامة أو من طرف أحدهم، لماذا تظنه منافسا لك، وأنه كان يجب أن تكون أنت ذلك المحبوب وليس هو؟ أليس غريبا أن تطلب شيئا ليس لك وتحاول برهنته والبناء عليه وكأنه أخذ حقك من حب الناس؟ ترى ماذا لو مكرت كل المكر ثم انتزعت الحب من ذلك الشخص وفضحته ونجحت كل النجاح في كل خططك حتى دمرته، ثم تنصبت الأكثر حبا والأكثر قبولا منه؟ ترى هل تقبل أن ينافسك أحد ويسعى سعيك ذاك ويحاول أن ينتزع منك ما انتزعته من غيرك؟ إذا صدقت نفسك فسوف تقول لن أقبل، وسوف تعتقد أن ذلك الشخص غيور حسود لئيم ناكر. سوف ترى ذلك الشخص شريرا لا يؤتمن حاله ولا يؤمن جواره. ثم إذا صدقتك نفسك مرة أخرى سوف تجيب عليها لقد كنت أنا أيضا هكذا. ترى ساعتها هل ستسمي نفسك اللئيم الناكر الغيور الماكر الحسود، أم أن صدقك لنفسك قد توقف عند وصفك له فقط؟ سيكون من العدل أن تجيب على نفسك، لكني أعتقد أنك إذا جبنت فلن تستطيع وضع إجابة وستتحايل وتتجاوزه، وإذا مكرت فسوف تحاول أن تبرهن عليه عقليا على أنك لست مثل أحد، لكن في الحقيقة أنت مثل الجميع فقط. أنت إما جبنت وإما مكرت. ستكون مختلفا عن الكل إذا صرحت نفسك وأجبت بكل صدق. أنت لست منهم، أنت أفضل. إن الذي حاز الحب من طرف الآخرين سواء كانوا كثرة أو قلة، حتى وإن كان الحب من طرف شخص واحد، فقد تحصل عليه بطريقة أو بأخرى لا يهم كيف حدث ذلك. إن أمره لا يعنينا أبدا، كما أن حبهم له لا ينقص منك شيئا. أنت أفضل بوسعك أن تكون أفضل منه، والأكثر تأثيرا وحبا وقبولا. الحب ليس كمية أخذها وانتهت، إن معاملتك وطريقة تصرفك وصراحتك وصدقك وإخلاصك ومساعدتك للآخرين ستجعل منك الأحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها. إن فطرة الإنسان مهما اختلفت المنطقة وتنوعت فهي واحدة، والكل يحبون من يحسن إليهم. إن بيدك كسب الحب وكسب القبول، فقط أنت من يملك ذلك. جرب أن ترجع معي إلى قصة يوسف. ألم تمكر زليخة كل المكر لجعل يوسف يحبها؟ ترى هل نجحت؟ ألم تكن عاقبة مكرها أنها فضحت؟ ثم انظر كيف انتهت القصة حينما غيرت طريقها من المكر والكيد إلى التوبة وإلى طريق صحيح واضحة معالمه، وفي الأخير كان لها ما تريد.
في الحقيقة أنت لست منهم، أنت أفضل، فقط إنك تنسى وتتسرع، إن نفسك تنازعك للسوء وللوهم. جرب أن تغير طريقة تفكيرك وأن تسعى للحب بكل صدق دون تمثيل ولا أذى تصيب به الآخرين، وصدقني ستكون الأحب. الطريق سهل جدا وغير مكلف، فلما تدخل في طريق كله صراعات ووهم وعاقبته كلها خسارة وفضائح وهم وخوف؟ ثم دعني أقول لك إن السعي وراء حب الناس كما قال الأولون غاية لا تدرك، فلما تشغل نفسك بالبحث عن الحب؟ إنك ستقابل من لا يعترف لجميلك بشيء، لن يحبك ولو فعلت ما فعلت، ولن يقبل منك شيئا، ولن يجازيك ولو بقليل من الحب. فلما تشغل نفسك وتتعبها؟ حسن من نفسك ولا تتدخل في أمور غيرك، ولتكن كل أفعالك نابعة من نية طيبة صادقة، ولتدع الأمور ترتب نفسها. سيحبك الصادقون والطيبون أمثالك، ولتدع أصحاب الصراعات الوهمية لوهمهم، فأنت لست منهم. احذر من حسن معاملتك. العنوان ليس غريبا كما بدا لك، بل هو واقعي جدا، فقط أنك إنك تسارع لرفض كل ما هو غير مألوف بالنسبة إليك. عليك أن تعتاد على مثل هذه العناوين، إنها موجودة دائما هنا لأننا نشهدها دوما، فقط نحن نحب تزييف الحقائق كي تتوافق مع رغباتنا. نحن نحب تلوين الأشياء، نحب أن نجعلها تبدو أكثر بهاء وأكثر جمالا. نحن نحب أن نجعل أعمالنا كاملة كي تذكر على ألسنتهم ونزداد رفعة. ترى لو كان العنوان هو عليك بحسن المعاملة أو فوائد حسن المعاملة أو أي عنوان من هذا النوع، كان سيبدو لك منطقيا أكثر، لكن هذا فقط نتاج عادة مألوفة متكررة لقراءتك لعناوين مثلها، عناوين تحفيزية مستهلكة نحن نحبها ونحب أن يراها الكل هكذا، لأننا نظن بل نعتقد كل الاعتقاد أن هذا يجعلنا سعداء بتلك المعاملة الطيبة الحسنة التي بادرنا بها. لكن دعني أطرح عليك سؤالا، وعدني ألا تجيب عليه إلا بعدما تنهي قراءة هذه الكلمات الخاصة بهذا العنوان، ولن تجيب حتى أعطيك أنا الإشارة كي تجيب. سؤالي لك هو: هل صحيح أن حسن معاملتك للآخرين سيعود عليك بالخير والفائدة أيا كان نوعها مادية أو معنوية، وأن حسن المعاملة بصفة عامة يجعل صاحبها يلقى القبول والحب عند الناس؟ لا تنسى أننا اتفقنا على أنك لن تجيب على تساؤلي حتى تكمل القراءة وحتى أسمح لك أنا بالإجابة. جاء في القصص المشهورة عبر التاريخ أن أعرابية وجدت في الغابة صغير ذئب فأشفقت عليه وأخذته فربته، وقد كان ذلك الذئب الصغير يرضع من حليب شاة الأعرابية حتى كبر وبلغ مبلغه من القوة. كانت الأعرابية تذهب لجلب الشاة كل يوم، لتأتي هذه المرة وتجد الوضع على غير العادة. وجدت جرو الذئب قد بقر بطن الشاة وأكلها، لتقول الأعرابية أبياتها الشعرية المشهورة: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بضرعها وربيت فينا، فمن أنبأك بأن أباك ذيب. إذا كانت طباع طباع سوء فلا أدب ينفع ولا طبيب. أعلم أنك تراها قصة مستهلكة، قصة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، ولو اتضح لك بما لا يدع مجالا للشك أنها حقيقية فسوف لن تعدم الخروج من هذا بقولك: ما علاقة عنوانك بقصة كان الغادر فيها ذئب معروف غدره ومكره وشره؟ إن طريقة تفكيرك تعجبني، إنك تفكر بعقل سليم. ما لنا وللحيوانات؟ أين نحن وأين هم؟ طباعهم غير طباعنا. أكمل معي الطريق، إنه لا زال في بدايته. أتمنى أنك لم تمل بعد. أنا لم أقصد أبدا الشيء الذي أتممت قراءته الحين في هذا الجزء، كما أنني لم أقصد ذلك المفهوم المعلب الذي ألفناه وتعودنا على سماعه، لأنني وأنت وهم نعلم جيدا أنه مستهلك، والكل حدثت لهم قصة أو اثنين من هذا النوع. لو سألت أي واحد من البشر من أي منطقة كان وفي أي سن كان، لأخبرك أنه قد لاقى جراء إحسانه إساءات كثيرة. الكل يعرف مقولة
اتقي شر من أحسنت إليه. وجلهم يحفظ الآية 60 من سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويرددونها باستعجاب حينما يلاقى إحسانهم بإساءة. إنهم يحفظون المثل الشهير: جزاء سينمار، بل ويرددونه دائما حينما يريدون أن يعبروا عن نكران الجميل. أنا وأنت والكل يردد ذلك سواء كان تصريحا أو تلميحا. رد الإحسان بإساءة أصبح أمرا مفروغا منه، والناس ملت من القصص المشابهة عبر التاريخ، فالكل لديهم قصص مشابهة، ولو تفرغوا ورتبوا أفكارهم لحكوا الكثير. هذا الأمر لم يعد غريبا، حتى أنك لو تجرب أن تحكي لأحدهم كيف قمت بأعمال جيدة إزاء أحدهم وكيف خانك ورد عن كل ذاك الإحسان بإساءة، فلن يتفاعل معك بالشكل المطلوب وبالحماس الذي قد تنتظره منه بعد سماع قصتك، لأن لديه منها الكثير. العنوان لا يتحدث عن هذا أبدا. احذر من حسن معاملتك للآخرين. لا يقصد كل الذي قرأته على الأقل في كتابي هذا، الأمر مختلف عن ذلك تماما. احذر من حسن معاملتك. أنا لا أحذرك كي أنهاك عن التعامل بالحسنى، أنا لا أحذرك هنا لكي تغير معاملتك من حسنة إلى سيئة. أنا لا أحذرك لهذا الشيء. الأصل هو أن تحسن المعاملة في كل ظرف، وأن تكون معاملتك حسنة طيبة مهما اختلف الزمان والمكان ومهما تغيرت عقليات الناس. فأنت تمثل نفسك لا ردة فعلهم مهما كان نوعها. عليك أن تحذر من حسن معاملتك. أنت تسأل لماذا؟ أجيبك، لكن فقط حاول أن تفهمني بكل صدق، بكل تجرد، وبكل محبة. عليك أن تكون في كامل الحذر من حسن معاملتك، فليس الشر والمعاملة السيئة والكذب والخداع، ليست تلك الصفات فقط ومن على شاكلتها من تجعل تصنيفك بين الناس سيئا ومخادعا وإنسانا شريرا. لتركز معي، إن حسن المعاملة وكل مظاهرها وكل الأفعال التي تدل عليها مثل الطيبة وتقديم المساعدة والمبادرة والكرم، حينما يساء فهمهم من أنفس مريضة وعقليات مختلة تتحكم فيها شهوات غير مبررة، فإن تصنيفك بين الناس سيكون أسوأ وأخطر من أن تكون شريرا وكاذبا ومخادعا. حينما يساء فهم تصرفك مهما كان نبيلا، سوف يحاولون إعطاء أسباب عديدة حتى يجعل تصرفك غير المألوف عندهم على أنه تصرف غير بريء، بل هو تصرف خبيث له ما بعده. أنفسهم المريضة التي ترى كل فعل حسن أو فيه فائدة للآخر على أنه غير حقيقي، بل هو تمثيل لأجل الحصول على أمر ما. دعني أبسط الأمر أكثر. لنفترض أن أي واحد قام بأي فعل حسن، مثل إعانة أحدهم أو الوقوف بجانب أحد آخر في مشكلة ما، أو إظهار بعض الكرم وبذل بعض المال، سواء لأجل تقديم مساعدة أو لأجل الكرم في ذاته، أو اللعب مع أطفال صغار والضحك معهم وإكرامهم ببعض الحلوى وما إلى ذلك من التصرفات الحسنة. حينما يرى أصحاب النفوس المريضة أفعالك تلك أو أي فعل منهم، فتأكد أنهم لن يقرأوا تصرفك ذاك كما هو، بل ستكون عرضة لتفسيرات عديدة جدا، آخرها هو أنك فعلت ذلك دون انتظار مقابل. لن يضعوا هذا الاحتمال أبدا، ببساطة لأنهم لا يعرفونه إطلاقا، وفاقد الشيء لا يعطيه. هم لا يعرفون البذل دون الأخذ، ولا يعرفون العطاء دون مقابل. كل تلك التصرفات الحسنة التي قمت بها هي تصرفات لا وجود لها في قواميسهم ولا في تاريخهم. كل أفعالك بالنسبة لهم هي أفعال لها ما بعدها. هم دخلوا دوامة الصراع الوهمي، والعقل يبنى على آخر اعتقاد ويستدعي من نوعه بإلغاء كل شيء لا يتوافق مع اعتقادهم، ثم يبدأ ذلك بالانتشار حتى يصبح راسخا عندهم أنك تسعى لشيء ما تريد الحصول عليه بالحيلة في ثوب الطيبة والمعاملة الحسنة. ساعتها أنت عندهم لست قديسا أبدا، أنت إبليس. إنهم يظنون أنك تستخدم الحيلة وتتودد وأفعالك كلها مفضوحة، ثم سوف تكره. نعم، ستكون مكروها لديهم دون سبب، بل ستكون أكثر أنواع البشر كرها لديهم، وسوف يحاولون تشويه
تشويهك بكل الطرق والتحذير منك. إنك الخطر الحقيقي، لأن شرك غير واضح وغير صريح، لذا أنت أخطر من الأشرار ومن الكل، لأنك تستغبي الناس والناس قد خدعت فيك. للأسف دعني أخبرك أنهم يتحدثون عن فعلك ذلك الذي كنت تقوم به وأنت سعيد لأنه فعل طيب وكانت معاملتك جيدة. إنهم يقولون عكس ذلك، وقد بدأ الكلام ينتشر. لا تتعب نفسك، سوف يصدقهم الكثير أمثالهم. ثم لا تعتقد أن هذه الفئة التي تحدثنا عنها أنها قليلة. أنت مخطئ، إنهم في كل مكان، في مكان عملك، سواء كانوا أصدقاء لك أو منافسين، في بيتك، بعض إخوتك في الشارع الذي تسكن فيه، في الملعب، في المقهى، في معرض الكتاب، على الشاطئ، أمام المحل الذي تقتني من عنده أشياءك. إنهم في كل مكان، بل قل أنه لا يخلو منهم مكان ولا زمان. إنهم يفسرون فعلك النبيل وحسن معاملتك التي قد تكون في الغالب عفوية على أنها خدعة منك، ويا لها من خدعة. هم يرونك أنك تخدع الأبرياء وأن الناس سذج لأنهم تقبلوا أفعالك وأعجبوا بها. أنت في أعينهم أخطر الناس، نعم أنت منافق في تصورهم. لذا عليك أن تحذر من حسن معاملتك، وأن تتوقع أن تعامل بعكس ما تنتظر أو بعكس حسن تعاملك بالضبط. عليك أن تنتظر سوء المعاملة الناتج عن سوء التأويل. ما أريد قوله لك أن سوء الفهم والتأويلات الغبية لأي تصرف منك مهما كان نبيلا فإنه سيحكم عليك بشكل معاكس تماما لما تريد فعله. لا تعتقد أن سوء تأويل حسن معاملتك سوف يتوقف عند حد معين من الكلمات فقط، مثل محاولة تشويه سمعتك وينتهي الأمر، بل قد يتعدى ذلك إلى الأذى المادي. جاء في القرآن في الآية 56 من سورة النمل قول قوم لوط لنبيهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم قد يكون ذنبا عظيما أن تكون طاهرا، فهم يرون طهرك فاضحا لعهرهم، وكرمك مظهر لبخلهم، وطيبتك وخيرك كاشفان لشرهم وخبثهم. إن هذا النوع من البشر هم كثيرون وليس قليلون كما يعتقد البعض. قد يكونون الأكثر انتشارا بين جموع الناس، قد لا يظهرون لك بشكل واضح، لكنهم يظهرون بشكل مفضوح عند أول فرصة تقابلهم، سواء كانت كرما كبيرا لأحدهم أو تضحية قام بها آخر لا ينتظر من تضحيته أي مقابل أو أي شيء من هذا القبيل. إنهم يعيشون صراعا كبيرا مع أنفسهم، والشك يراودهم دائما، بل هو الأساس عندهم. لذا عليك أن تتعلم كيف لا تستسلم لنفسك التي تستدرجك كي تكون ردة فعلك من جنس فعلهم. وإليك هذه القصة التي حدثت لصديق مقرب، وكيف استطاع تجاوز إملاءات نفسه الأمارة التي كادت تستدرجه ليخلف وعده. حكى لي صديق مقرب مرة أنه كان مع صديق له، وقد كان صديقه يرافق ابنة أخته، فسألها عن حال دراستها لتجيبه أنها على مشارف اجتياز الامتحان النهائي لشهادة التعليم الابتدائي، ليعطيها وعدا أمام خالها أنها إذا نجحت بتقدير جيد فإنه سيقدم لها هدية. يقول أنه بمرور أكثر من شهر سمع الناس تتحدث عن نتائج التعليم الابتدائي، وأن النتائج قد ظهرت، ليتذكر وعده للصغيرة، ثم كيف دخل في حوار مع نفسه التي بدأت بطرح الكثير من الأسئلة عليه، مثل هل ذلك الوعد يعد وعدا ملزما أم أنه مجرد كلام قيل للتشجيع فقط؟ يا ترى هل تلك الصغيرة تتذكر ذلك الوعد أم لا؟ هل أفي بوعدي أم أتنصل منه بحجة أنها صغيرة؟ قد تكون نسيته ونسيه خالها، أو من الأحسن نسيانه ونسيان القصة بأكملها، وتجنب إمكانية الخسارة المادية التي تكون بتحقيق الوعد عبر شراء الهدية. يقول أنه كاد يقنع نفسه بالتنصل من الوعد ونسيان القصة، لكن وفي لحظة مصارحة مع نفسه تراجع كل التراجع ليقرر إتمام وعده وعدم الرجوع فيه، لأنه شعر أنه أقرب للجبن والخيانة منه للشجاعة والوفاء. قرر أن يتجاوز ذلك الصراع مع نفسه ويتصل بخالها ليسأله عن نتائج الصغيرة، ليخبره خالها أنها تحصلت على واحدة من المراتب الأولى بتقدير
بتقدير ممتاز، وأضاف أنها تنتظر هديتها. قالها بلهجة مزاح: وينه الكاد نتاعها. يخبرني صديقي أنه أخبر الخال أنه جاهز لشراء أي هدية تطلب، فقال له: حسن، سأسألها ماذا تريد هدية. بعد مرور يوم اتصل خالها ليخبره بقليل من الحياء أنها تريد جهازا لوحيا تابلت، فقال له: إن شاء الله عن قريب. قال صديقي أنه بعد سماع نوعية الهدية التي تعد مرتفعة الثمن قليلا، وأن هدية مثل تلك تقدم في كثير من الأحيان للمقربين كالإخوة أو أبناء العمومة أو الخلان، ليدخل في تلك الدوامة التي طرحت أمامه أكثر من سؤال. تلك الأسئلة التي تكون كثيرة والتي في الغالب تكون من نوعية: لما كل هذا؟ يضيف صديقي أن تلك الأسئلة حصرته وكادت تجعله يفكر في كيفية التنصل من الوعد مرة أخرى عبر المماطلة والتركيز على عامل الوقت للنسيان، لكن ومرة أخرى استطاع أن يهزم نفسه ويتجاوز ذلك الصراع ويخرج من تلك الدوامة الوهمية، ويذهب مع خالها ويشتري الجهاز اللوحي ويقدمه للصغيرة. يصف صديقي تلك اللحظات فيقول أنها كانت لحظات عظيمة في أن أتغلب عن نفسي الأمارة بالسوء التي كانت تجاهدني كي أدخل صراعا معها، تستدرجني فيه للإخلاف بوعد قطعته تمهيدا لأن أخلف وعودا كثيرة تحت حجة: وماذا بعد؟ أو ما فائدتك أنت من كل هذا؟ نعم، كانت لحظات عظيمة تغلبت فيها على نفسي بكل قوة. يضيف صديقي فيقول: دعك من الجانب المادي في الموضوع، فإنه ليس ذو أهمية كبيرة، بل الأمر الذي يعجب وجعلني أكثر سرورا هو الوفاء بالوعد وتجاوز إملاءات غبية من النفس وتجاوز إمكانية الدخول في صراع وهمي لا أساس له كاد يجعلني مخلفا للوعد ومراوغا أو قل كاذبا. والذي يعجب في الأمر أكثر هو تلك الفرحة الحقيقية للصبية الصغيرة التي جعلتني أشعر بفرحة مماثلة لها، وذلك الشعور بالفخر والعظمة في أني كنت سببا في تلك السعادة والابتسامة والسرور الكبير الذي بدا على وجه المجتهدة الصغيرة. نعم، هي متعة لا يعرف حقها وعظمتها إلا من كان فعله وتصرفه خالصا، وكانت نتيجته فرحة وسعادة وسرورا للآخرين. كن مثل الشاب ودعك من الجماهير. أقام سيد غني عشاء عظيما تتخلله مفاجأة لم يفصح عنها، وأرسل دعوات شخصية لكل أهل مدينته الذين كانوا يعملون في كرمه ومصانعه. ولما اقتربت الساعة تجمهر الناس خارج باحة قصر السيد الغني، لكن ما من أحد كان مستعدا للدخول، وكانت تساؤلات عديدة مدار أحاديثهم وهم واقفون خارجا. فقال واحد: لا شك أن السيد يريد أن يجمعنا كلنا في قصره لكي يقبض علينا ويسجننا، لأنه ربما لاحظ تقصيرا ما في عملنا. وقال آخر: إن السيد حريص على أمواله، لابد أنه سيطالبنا بديوننا المتضاعفة ونحن عاجزون عن تسديدها، إنها فرصة سانحة ليفعل ذلك. وأضاف ثالث: لا شك أن السيد سيلزمنا بالفوائد المترتبة علينا، فسيتعبدنا له، بل ويستعبد أبناءنا. وما هذا العشاء سوى تغطية لسن قانونه علينا ولتقييدنا بسندات دفع ترافقنا حتى مماتنا. وهكذا راح البعض ينسحب من أمام القصر رافضا دعوة السيد، وراح البعض الآخر ينتظر خارجا مشككا بنية السيد وهدفه من وراء هذا العشاء العظيم. لكن شابا واحدا كان يستمع إلى أحاديث أهل المدينة، لم يكن موافقا على تساؤلاتهم وتشكيكهم، فصمم على الدخول برغم نظرات الآخرين ووشوشتهم. وكانت المفاجأة: دقت ساعة العشاء وأقفل باب القصر وعاد الجميع إلى بيوتهم. بينما تمتع هذا الشاب بالعشاء العظيم مع السيد الغني ورجاله الأمناء، ومع أنه كان الوحيد الذي لبى الدعوة، لكن المفاجأة التي خبأها السيد أعلنت في نهاية العشاء، وقد كان كل من يحضر يحصل على عفو نهائي من كرم السيد وجوده عن كل الديون والفوائد والموجبات. فخرج الشاب حرا وفرحا، بينما خسر كل أهل المدينة بسبب
بسبب رفضهم وشكهم وسوء ظنهم. كن أنت ذلك الشاب، ودعك من تلك الجماهير الموسوسة والتي تؤول كل فعل جيد على أن وراءه قصد ما غير معلن. دعك من إعطاء التأويلات غير المبررة عن كل فعل تراه، والتي أنت في غنى عنها. سوف تبدو غريبا بالنسبة لهم، بل قد يرونك ساذجا وغبيا، وقد يتهمونك بأمور لا وجود لها أصلا، لكن تذكر أنك لست منهم ولست مثلهم. إن زانية الحي تود لو أن كل نساء الحي زنت، فلا تكن ضمن الكل، حيثما مالوا تميل. أنت كيان مستقل، فلا تخدع باجتماعهم، فإنك وإن تحسبهم جميعا فإن قلوبهم شتى. إنك إن تعطي أي تأويل لأي فعل بغير ظاهره فلتسامحني، إذن أنت فتحت بوابة الصراع الوهمي وأنت على مشارفها. إنك ستدفع فيها دفعا قد تقضي عليك قبل أن تقضي على الطرف الآخر. أنت لا تملك نية الآخرين، كما أنك لا تعلم مبتغاهم من أي فعل. كل شيء عندك هي فقط شكوك وتوقعات أغلبها غير صحيحة، فلما تتعب نفسك وتجهدها بشيء أنت في غنى عنه؟ إن لك فقط ظاهر الأمور، وهو خيار واضح، إما أن تأخذ به أو تدعه. فلما تدخل نفسك مدخلا يفتح عليك آلاف الأبواب التي قد تصورها لك نفسك، وأغلبها سيكون بغير مبتغى الذي قام بالفعل. تأكد، سوف تتعب ولن تخرج من الأمر إلا بكره من قام بالفعل وبإجهاد نفسك وتحميلها ما لا تريد فطريا ولا تتحمل واقعا. لحق أسامة بن زيد بأحد المشركين في معركة، وقبل أن يقتله قال المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك قتله أسامة. ولما رجع قص أسامة الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: ما قالها إلا خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا أسامة: أفلا شققت عن قلبه فتعلم أقالها؟ طالما لا نملك شق القلوب ومعرفة ما فيها، فلم سوء الظن بأفعال الآخرين؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقد قيل قديما إن أطول مسافة بين شخصين هي سوء الفهم. أعود إلى سؤالي ولك حرية الإجابة الآن: هل صحيح أن حسن معاملتك للآخرين ستعود عليك بالخير والفائدة أيا كان نوعها، مادية أو معنوية، وأن حسن المعاملة بصفة عامة يجعل صاحبها يلقى القبول والحب عند الناس؟ هل صحيح ذلك؟ لك الحرية في الإجابة، لكن جرب قبل أن تجيب أن تعيد قراءة ما جاء تحت هذا العنوان مرة أخرى. لا تبرر كل أفعالك، توكل وستنصر. جاء في القصص أن الإمام الشافعي كان في قمة الشهرة بين الناس والعطاء، وأنه كان ذو تأثير كبير عليهم، وكان يحضر حلقته خلق كبير تتزاحم فيه الركب. وكان الإمام الشافعي حسن التصرف مع طلابه وغيرهم من الناس، سمح الوجه طيب المعاملة، فقيه عالم تشد إليه الرحال، وذائع صيته في كل الدنيا، وقد شهد له بذلك كل أهل زمانه. ويقال أنه وفي يوم كان جالسا وسط تلامذته يدرسهم وينصحهم، فجاءته جارية وقالت: يا إمام، أتزني بالليل وتخطب بالنهار؟ فنظر تلاميذ الشافعي له بكل غرابة وحيرة، منتظرين إجابته ونفي هذه التهمة. فنظر الشافعي للجارية وقال لها: يا جارية، كم حسابك؟ فثار تلامذة الشافعي، منهم من صاح ومنهم من قام ليمشي. فقال لهم الشافعي: فلتعتبروني مثل التمر، كلوا منه الطيب وارموا النوى. فلم يعجب التلاميذ بهذا، ووسط هذا اللغط جاء رجل مسرعا يقول: يا جارية، إن بيتك يحترق وبداخله أبناؤك. فجرى كل من كان موجودا باتجاه المنزل بما فيهم الشافعي. وحين وصلوا وأنقذوا الأطفال، قالت الجارية نادمة: إن اليهود هم من حرضوها على فعل ذلك، ويقال أن الذي سلطها على فعل ذلك أناس آخرين دافعهم الغيرة من شهرة
شهرة الإمام وعلمه هم من سلطوني لأفعل هذا حتى تهتز صورتك وسط تلاميذك. فنظر التلاميذ متسائلين للشافعي عن عدم نفي التهمة عنه، فقال الشافعي: لو كنت نفيت التهمة كنتم ستقتسمون لفريقين، فريق لن يصدقني ويستمر في تكذيبي، وفريق يصدقني ولكن يشك في قرارة نفسه. فأحببت أن أفوض أمري كله لله. لا تبرر كثيرا مهما أحسست بالظلم وسمعت من افتراء. إذا كانت نيتك صافية وعملك عفوي وكلامك صادق، ساعتها فوض أمرك كله إلى الله، فهو عالم بما خفي عن البشر وهو ناصرك ولو بعد حين. إن تبريرك مهما كان قويا ومنطقيا فإنك حتما ستجد من لا يتقبله، ومن سيبحث عن مخرج لتفنيده ودحضه وإخراجه عن سياقه، وسوف تكون مجبورا لأن تضيف حججا وبراهين أخرى لإقناعه، ولن يقتنع في الغالب لأن الأساس الذي انطلق منه غير سليم. لذا لا تبرر كلماتك أو تصرفاتك دائما، فالعقول السيئة لن تستوعب النية الحسنة. وتذكر أنه أسير صراع وهمي وستضيع وقتك معه، وفي الغالب لن تخرج بنتيجة ترضيك أبدا. لذا فوض الأمر كله إلى الله وهو نعم الوكيل. يقول باولو كويلو: لا تبرر فالناس لا تسمع إلا ما تريد أن تسمعه. اجعل فعلك صافيا نابعا من قلبك ومن نية طيبة، ودعك من هديرهم ورعودهم ومن زلازلهم الوهمية، فإنها لا تعد إلا أن تكون مثل زبد البحر. سوف يصدق كلامهم وإشاعاتهم المبنية على سوء التأويل الذين هم أمثالهم من أصحاب النفوس المريضة النافخين في الكير المستعدين دائما لوضع الزيت على النار. لا تقلق أبدا، فإنه سيكون هناك من يحمل فعلك وكلامك على نية طيبة وتقبل تام. يقول باولو كويلو أيضا: لا تبرر ولا تشرح، فأصدقاؤك لا يحتاجون إلى ذلك وأعداؤك لن يصدقوك. تذكر دائما قول وودي آلين حين قال: لا تبرر رغباتك لأحد ولا تحاول أن تصحح فكرتهم عنك، لأن لا أحد مر بتفاصيل قصتك إلا أنت. نحن لا نكتمل بأحد ولا نضيع من دون أحد، نسعد بمن بقي وننسى من نسي. ولا تنسى أبدا قول فرويد: لا تبرر كلماتك في كل مرة يساء فهمك فيها، فالعقول السيئة لن تستوعب النية الحسنة. خذها قاعدة من الإمام الشعراوي حين كان يقول للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف: أقول لهم أنتم المستحقون لذلك، لأنكم جعلتوهم في بالكم ساعة، أنفقتم عليهم ولو جعلتم الله في بالكم لما كان ذلك منكم. يكفي أن يكون تصرفك سواء كان عملا ماديا أو قولا، يكفي أن يكون أساسه سليما وتكون معاملتك صالحة بنية طيبة صادقة، ثم دع كل شيء بعدها لله متوكلا بيقين النصرة دائما، فستنصر ولو بعد حين، حتى ولو بدا لك غير ذلك في البداية. لكن تأكد بأن الله ينصر كل متوكل بحق، وأن حبل الكذب والاتهام والإشاعة وإن طال قصير أهش. ستحارب لأنك مختلف. كان اللون أحمرا حينما كان متوقفا راكبا في سيارته، وكان الطريق المقابل له فارغا، لكن وبعد مدة قصيرة بدأ يسمع أصوات أجراس السيارة التي خلفه، والتذمر باد على وجوه راكبيها، وكان فيهم من يخرج يده ويصرخ ويتلفظ بكلام قبيح. لم يفهم الأمر بعد لأن لون إشارة المرور ما زال أحمر، لكن بعد أن أصبح أخضر لينطلق بسرعة عادية وهو يسمع تلك الأصوات والفوضى من ورائه، كل شيء مر بسرعة. لم يفهم شيئا، لم يفهم لماذا كل تلك العصبية وذلك التسرع، ولماذا كانوا غاضبين. هل كان عليه أن يتوقع أن اللون الأخضر كان سوف يضيء في تلك اللحظات؟ وعليه أن يهيئ نفسه للانطلاق بسرعة. لم يفهم الأمر، كان في حيرة مع أنه كان يطبق القانون بدقة. بدأ يتساءل هل كانوا سيستعملون أجراس سياراتهم، وهل كانوا سيسبونه ويغضبون لو أنه انطلق بسرعة قبل اشتعال الضوء الأخضر، خاصة وأن الطريق كانت فارغة، أم أنهم كانوا سيتبعونه بسرعة ورضا. فكر قليلا ثم توصل إلى إجابة، وهي أنهم لن يفعلوا ذلك، لأنه عندما فعل عكس ذلك حدث وأن تذمروا وغضبوا، بل بالعكس سيكون ذلك مطلبهم.
قال في نفسه: ألن أخالف القانون بهذا؟ سكت قليلا ثم قال: أيهم أفضل، أن أتلقى وابلا من الشتم والأصوات المزعجة وأتقبل ذلك، أم هل أعصي القانون لأنال رضاهم؟ هل علي أن أكون ضمن الجماعة لأتجنب السب والشتم ونظرات الاستهزاء، فأميل حيث يميلون، وأكون معهم فيما يكونون، وأقول ما يقولون، وأتصرف كيف يتصرفون؟ لكن ماذا لو كانت الجماعة على خطأ؟ هل أبقى معهم على خطئهم، أم أتجنبهم وأتصرف بما يجب من اتباع للقانون والحق والمبادئ الإنسانية؟ هل أتحدى اتحادهم أجمعين وهم على خطأ وأستقل بموقفي وتصرفي، أم أتبعهم لخوفي وجبني من نظراتهم وكلماتهم وتصرفاتهم؟ ظل صديقنا هذا يتساءل كثيرا، لم يجد إجابة مرضية للكل. استمر في طريقه محتارا، يبحث عن طريقة مثالية، لكنه عبثا يبحث، إنه فقط يتعب نفسه ويجهدها لأجل لا شيء. إرضاء الكل درب من دروب المستحيل، ولن يحصل على إجابة حقيقية طالما استمر بالتفكير هكذا. إنك إن استسلمت لخوفك وجبنك واتبعت الناس في كل أمر، ستجعل من نفسك أسيرا لرغبات وأهواء غريبة ومتناقضة. في كل مرة ستبدو بشخصية معينة، سوف تلغي شخصيتك تدريجيا حتى تكون بلا شخصية. ستبدو أبلها في أعينهم وضعيفا معقدا مع نفسك. ستحاصرك الوساوس، ولن تستطيع التعبير على الحب ولا عن الكره ولا عن الرضا ولا عن السخط. لن تستطيع أن تعيش سعيدا ولا حتى تعيسا. سوف تكون متقلب المزاج، كل أفعالك هي لإرضاء أحد ما، وكل تصرفاتك هي مجرد تمثيل لإرضاء أحد آخر. أنت لن تكون أنت، بل أنت تحاول أن تكون هم. أنت تمثل في كل مرة دورا من الأدوار لإرضاء أحدهم. أنت الذي يعيش الصراع الوهمي الآن. كل تصرفاتك، كل أقوالك، كل حركاتك هي نابعة من خوف كبير من الذين ينظرون إليك، الذين هم حولك. أنت تحاول إرضاءهم بتقليدهم في طريقة لبسهم، نوع كلماتهم، أو حتى لهجتهم وحركات أيديهم، مشيتهم، تسريح شعرهم، في رفع صوتهم أثناء الحديث أو خفضه مع بحة مصطنعة، وإرخاء أهداب عيونك. أنت تحاول إقناع نفسك أنك تقوم بالشيء الصحيح في كل مرة، لأن هذا ما يرضي الكل في كل موقف. تأكد أنك ستقنع نفسك بذلك، وسوف تمارس كل تلك الأمور، وستتقمص كل تلك الأدوار دائما. لكن لتتأكد أيضا أنك في نظرهم أنت دائما تابع ذليل لا تجيد شيئا. أنت في نظرهم مقلد حقير مدفوع على الأبواب. ولو سألت لمنعت، ولو قلت لكذبت، ولو وضع الترتيب لأخرت وما قدمت. حينما تصرفت بغير تشابههم وتميزت، أرعدوا وأزبدوا وسبوا وهددوا، فخفت وجبنت فرضخت. إن تميزك مرة واحدة فقط يكفي لأن يلفت انتباههم إليك، فيحاولون التأثير عليك بكل الطرق، مباشرة أو غير مباشرة، لأن ينقلوا إليك رفضهم التام لتميزك عليهم، لأنهم ببساطة يعانون العجز للقيام بما قمت به وجعلك تتميز. وهذا يرجع لمجموعة من العقد النفسية المتراكمة عبر الزمن. قد يتبادر إلى ذهنك سؤال: لماذا يحارب كل متميز؟ ولماذا يرفض الكثير من الناس تميز البعض؟ لماذا يقوم البعض بالتفكير بإيذاء المتميزين؟ أليس من باب أولى أن يقوموا بمساعدتهم، خاصة إن كان التميز في أمر مفيد؟ إن الإجابة على هذا السؤال قد تأتيك من الكثيرين على أنه يجب أن ترجع بالأساس إلى طريقة تفكير أولئك ووضعهم في المجتمع، بل في المجتمع بالأساس الذي تربوا فيه وأثر عليهم، والكثير من الأسباب الأخرى. لكن دعني أقول لك إنها كلها أسباب صحيحة، لكنها ليست كلها حقيقية. إن السبب الحقيقي لرفض أولئك لتميز أولئك هو لأنهم دخلوا دوامة الصراع الوهمي. إنهم يعيشونها ويحاربون كل من يحاول التميز عليهم والقيام بأفعال لا يستطيعون فعلها، لأنهم لا يملكون أصلها، وفاقد الشيء لا يعطيه. إن نفوسهم المريضة
المريضة تصور كل فعل جيد على أنه تهديد لسمعتهم وأنه يضعهم في حرج، قد يجعل من فاعل الفعل أكثر قبولا وحبا منه. إن نفوسهم المريضة تأبى أن تراك متميزا عليهم بأفعالك الحسنة وتصرفاتك الجيدة تجاه الناس، لأنك تساعد هذا وتضحك مع ذاك وتكرم أولئك، لأنك تشتري هدايا لأولئك الصغار تشجيعا لنتائجهم الدراسية وهم يحبونك، لأنك تسعى للصلح بين متخاصمين، لأنك تخسر من مالك ووقتك، هم يشتاطون غضبا منك، إنك في أعينهم خطر حقيقي تهدد سمعتهم. لا تستغرب أخي الكريم، إنهم يحسبون كل فعل عليهم، سيفكرون في إيذائك، لا يهم نوع الأذى معنويا كان أم ماديا، لكن لن يدعوك، فإما أن تكون مثلهم أو أن تحارب من طرفهم. ثم لا تعتقد أن هذا الأمر خاص بك وبمجتمعك الذي تراه متخلفا نوعا ما، أو خاص بمحيط البعض من الذين يرون أن البلد الذي يسكنونه هو بلد غير منفتح على ثقافات العالم والتنوع الرهيب الموجود، لتسمح لي أن أقول لك إنك مخطئ. إن الكل دون استثناء وفي كل المجتمعات وفي كل البلدان كانت متطورة أو متخلفة، الكل دون النظر إلى موقعهم معرض تميزهم للنقد وللرفض ولكل أشكال المحاربة، لكل أفعال التميز من طرف الذين يعانون من الصراعات الوهمية، كما أن الكل معرض لأن يدخل دوامتها مهما كان موقعه على الخريطة، بفارق وحيد فقط، هو نوع التصرف ونوع ردة الفعل. الأشخاص في الدول المتقدمة والمجتمعات المتحضرة تكون أفعالهم المتميزة في مجالات قد لا تكون نفسها في الدول المتخلفة والمجتمعات غير المتحضرة، لكن المبدأ واحد وصحيح، هم 9 رهط الذين يفسدون. يقول الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قد لا أملك لك نصيحة مثالية تجعلك تكون متميزا مختلفا عن الكل من دون أن يتألب عليك 9 رهط الذين يفسدون ولا يصلحون، لكن عليك أن تتأكد أن تميزك واختلافك عن العامة سيجلب لك الأعداء، لكن عليك أيضا أن تكون في غاية الطمأنينة، لأنهم أعداء وهميون تسيطر عليهم أوهام تتحكم فيهم رغبات شاذة لا علاقة لها بنوع فعلك وطريقة تصرفك. عليك ألا تتذمر أبدا، بل يجب أن تستمر في فعلك، لأنهم لن يرضوا عنك طالما تتميز. لم يسلم أحد عبر التاريخ أبدا من نقد أولئك ولا من همزهم وغمزهم، كل من تميز كان يجب أن يدفع ضريبة لتميزه واختلافه، حتى أعظم وأشهر البشر عبر التاريخ، سواء كانوا أنبياء أو فلاسفة أو علماء أو مشاهير، قد عانوا كثيرا وكان لزاما عليهم دفع ضريبة تميزهم، منهم من حاولوا تشويه سمعته، ومنهم من أوذي في ماله وعرضه وشرفه وأهله، ومنهم حتى من قتل. نعم، قد تكون ضريبة تميزك أن تقتل أو تهجر، لكن لتتأكد أن نجاحك وبقاء ذكرك عبر التاريخ مرهون بتجاوز عقدة النقص التي أنتجت صراعا وهميا لأولئك الذين يفسدون ولا يصلحون، والذين هم متواجدون دائما في كل مكان وفي كل زمان، وهم في سعي دائم لأن تكون إما مثلهم وإما أقل، لذا لن يقبلوا أن تتميز عليهم وتختلف وستحارب بشتى الطرق. يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه: ليت أولئك الأقزام يرضون أن نحملهم على أكتافنا ليروا الأفق البعيد، لكن للأسف هم لا يرضون إلا بتقطيع سيقاننا حتى نتساوى معهم في القامة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الأمين والصادق، وكان أطهر فتى في مكة نسبا وجمالا وهيبة وحضورا، لكن ما إن أراد التميز عن قومه ورفضه لما يقومون به من عبادة للحجر ووأد للبنات واستنكار الفاحشة وعدم شربه للخمر وابتعاده عن الزنا وغيرها من الأمور التي كان قومه يعكفون على إتيانها،
حتى أصبح ينعت بالساحر وبالكذاب والمفرق والكاهن والدجال، فقط لأنه رفض واقع الحال الذي ألفه قومه وقاموا عليه دهورا حتى تآمروا واجتمعوا لقتله. وقد ظل ذلك المكر قائما من أولئك حتى سمموا له كتف الشاة في محاولة لقتله. نعم، أنا أتفق معك أنه رسول، وهناك 1000 سبب لمحاولة قتله، لكن تأكد أن المبدأ واحد، وهو التميز ورفض الواقع المعاش بكل سلبياته. وقبله كان جده إبراهيم الذي ألقي في النار لرفضه عادات قومه وعبادتهم الخاطئة في عبادة الحجر من دون رب البشر، ليجتمعوا عليه في قول واحد، وهذا ما ذكر في القرآن: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا الحطب ووضعوه في وسطها، وقد كان أبوه من بين الذين قالوا أحرقوه نصرة لبقاء العادة والمألوف في عبادة الحجر. لا تستغرب، قد يكون أول من يفكر في إيذائك نتيجة تميزك هم أقرب الناس إليك، سواء كانت القرابة من ناحية الدم أو من ناحية الصداقة أو أي نوع. إن ضريبة التميز غالية، وعليك أن تستعد دائما، لكن عليك أن تتأكد كل تأكد أن عاقبة تميزك هو النصر وتخليد عملك عبر التاريخ. لم يقتصر الأمر عند النبيين محمد وإبراهيم عليهما السلام فقط، بل كل الأنبياء قد حوربوا نتيجة ثورتهم وتميزهم ورفضهم لأفعال قومهم، فكانت ضريبة ذلك إما القتل أو التهجير أو التعذيب. وفيهم من أحرق حيا فقط لأنه تميز بقوله عن أقوال أقرانه، فكانت النتيجة أن حرق. على غرار العالم والطبيب وصانع الخرائط والباحث المهتم بالإنسانيات الإسباني سيرفيتوس، الذي قدم أبرز ما قدمه في حقل الطب، خاصة فيما يتعلق بدقة الدورة الدموية بين القلب والرئتين، رفض سيرفيتوس المذهب الثالوثي الأرثوذكسي بشكل كامل، ودافع عن رفضه لهذا المذهب في وجه الكنيسة، وصرح بأن ما يعتقده هو أن الله واحد، وبحسب اعتقاده فإن أشخاص الثالوث في المعتقد الأرثوذكسي هم أشكال اختار الله أن يتجلى فيهم، وهذا يكون المسيح هو إنسان خلقه الرب، وبشريته هذه تمنعه من أن يكون إلها. دفع سيرفيتوس حياته ثمنا لتبني هذه المعتقدات، وكانت النتيجة أن حرق على وتد خشبي في مدينة جنيف بسويسرا، وحرقت معه كل مؤلفاته. نعم، قد تكون نتيجة أن تحرق على وتد خشبي، وذلك بتآمر من الذين رأوا فيك تميزا على أفكارهم، مهما كانت قامتك أو شهرتك أو حتى مكانتك بين الناس، فإن هذا لن يمنع من أن تحارب بكل الطرق، فقط حينما تخرج عن المألوف وتتميز. لذا عليك بالحذر دائما وبالتفاؤل دوما مهما كان مكرهم شديدا، فقد يخلد ذكرك أنت وينسونهم. اطمئن، قد يخلد ذكرك مثل سقراط، كان يدعو الناس عبر فكره لأن يعرفوا أنفسهم وغايتهم من الحياة. كانت تعاليمه حول كيف يعرف الإنسان نفسه ويرقى من الرذيلة إلى الفضيلة عبر الفكر والتعلم والتبصر في النفس. ومع ذلك كانت تهمته: إنك يا سقراط تفسد الشباب اليوناني في أثينا بأفكارك، لتنادي أصوات بسجنه ثم محاكمته حسب قوانينهم ليصدر الحكم بإعدامه. نعم، قد تكون نتيجة تميزك بفكرك أن تعدم، لكن هل يذكر أحد القضاة الذين حاكموا سقراط أو الذين لفقوا له التهمة بعد التهمة؟ كلا، لم يخلد التاريخ أحدا إلا سقراط. إن تميزك بفكرتك سوف يخلد ذكرك ويرفع شأنك عبر الزمن. وهذا الأمر تكرر مع الكثير من الشخصيات، سواء كانوا في الدين أو في العلم أو في السياسة أو في الفن وفي كل المجالات الأخرى. لا تعتقد أن الأمر متوقف عند أولئك المشاهير وأن الأمر يعنيهم فقط، وذلك للهالة المحيطة بهم. كلا، إن الأمر يخص الجميع دون استثناء. إنه يخصك أنت وأنا، ويخص صديقك وأخاك وابن عمك وأباك والكل. ثم لا تعتقد أنه يجب أن تتميز بشكل كبير لتلفت الانتباه، ثم لتحسد، ثم لتجعلهم يفكرون في إيذائك سواء ماديا أو معنويا. لا، فالأمر ليس بهذا الشكل
شكل: إن الكل مهما كان الشأن صغيرا أو كبيرا، ومهما كان حجم الفعل أو تأثيره، فالكل معرض لأن ينظر إلى عمله المتميز بطريقة غير بريئة أبدا. طالما أنك تتميز في أمر ما، فلتتأكد أن هناك من لا يعجبه تميزك، وهذا لا يسلم منه أحد مهما كان. لذا فإن نجاحك من فشلك هو مرهون بطريقة تعاملك مع النقد الذي قد يوجه إليك مباشرة، مثل صاحبنا الذي كان متوقفا عند إشارة المرور في القصة الأولى، أو قد يأتيك على شكل ردود أفعال من الكثيرين. لذا فإن طريقة تلقيك للأمر ونوعية تصرفك هي المحدد الوحيد لنجاحك أو لدخولك معهم في متاهة طويلة من الأوهام.